بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور، متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، رواه البخاري. الإشراك بالله هو أعظم أدواء القلب وأخطر أمراضه، فإن القلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه، وأرجى عنده من كل ما سواه، وأجل في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد ذلك ووقع في الإشراك بالله فقد أصيب بأعظم أدوائه. والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، وهو أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه سبحانه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وهو هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في 3 مواضع من كتابه. وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له؟ قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر، وهما يختلفان في الحد والحكم. أما حد الشرك الأكبر فهو أن يسوى غير الله بالله، سواء في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية، فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه فإنه يكون بذلك أشرك بالله شركا أكبر ينقل صاحبه من ملة الإسلام. أما حد الشرك الأصغر فهو ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا كذا لكان كذا وكذا، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها شرك.
وأما من حيث الحكم في الآخرة فإنهما يختلفان، فالشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، وأما الشرك الأصغر فشأنه دون ذلك وهو أكبر من الكبائر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن في الحلف بغير الله صادقا شركا بالله، وفي الحلف به كاذبا وقوع في كبيرة الكذب، ولا تقارن الكبيرة بالشرك. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فيه تنبيه لخطورة الكبائر وعظم مضرتها على الناس ليتقيها المسلم فلا يقع فيها، فإن المسلم كما أنه مأمور أن يعرف الخير ليعمل به، فكذلك هو مأمور أن يعرف الشر ليجتنبه. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ أي كيف يتقي المحرمات ويجتنب المنكرات وهو لا يعرفها ولا يعرف خطورتها ولا يعرف العقوبات التي وردت في نصوص الشرع محذرة منها. فتأكد على المسلم أن يعرف الكبائر من أجل اجتنابها واتقائها، ولا سيما الشرك الذي هو أعظمها وأكبرها. والواجب على المسلم أن يعيش حياته حذرا من الوقوع في الذنوب التي توجب غضب الله وسخطه. وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد ويحذر الشرك بالله، فإن الخوف من الشرك مطلب عظيم يجب أن يكون في قلب كل مسلم، بل ينبغي أن يكون خوفه منه على نفسه أعظم من خوفه عليها من أي أمر آخر. وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصوص عديدة إذا تأملها العبد جلبت لقلبه خوفا من الشرك وحذرا منه وتوقيا للوقوع فيه. قال الله جل وعلا في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففيهما بيان بين أن من لقي الله مشركا به فإنه لا مطمع له في مغفرة الله، بل إن مآله ومصيره إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وإن مما يجلب الخوف من الشرك إلى القلوب المؤمنة أن نتأمل في حال الصالحين وحال الأنبياء المقربين وخوفهم من هذا الذنب العظيم. ويكفي في هذا المقام أن نتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي اتخذه الله خليلا وحطم الأصنام بيده ودعا إلى توحيد الله، وقام في هذا الأمر مقاما عظيما. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فسأل إمام الحنفاء عليه السلام الله سبحانه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أي أن يجعله في جانب بعيد عنها فلا يقربها ولا يقع فيها ولا في شيء من وسائلها أو ذرائعها. وذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه من ذلك بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أي إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام خاف من الشرك ودعا الله بهذه الدعوة العظيمة، فكيف يأمن البلاء غيره؟
فهذا يوجب الخوف الشديد من الشرك، لأنه أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه كثير من أذكياء الناس. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. وكان يقول في دعائه كما في الصحيحين وغيرهما: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. رواه ابن ماجه. ومن الأدلة في هذا الباب ما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة وهم منهم في الطاعة والتوحيد من الشرك الأصغر، فكيف الشأن بمن هو دونهم في التوحيد والعبادة؟ بل جاء في الأدب المفرد للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهي دعوة عظيمة يتأكد علينا أن نحفظها ونحافظ عليها. ومما يجلب الخوف من الشرك ما ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره أن من الأمة من سيرجعون إلى عبادة الأوثان. وقد جاء في هذا أحاديث عديدة، منها ما ثبت في سنن أبي داود وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة وتحذيرا لها من هذا الذنب العظيم، ليأخذوا الحيطة والحذر. ومما يجلب الخوف من الشرك أن المشرك ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فكل هذه الدلائل تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشرك خوفا عظيما، ثم إن هذا الخوف يحرك في قلبه الحرص على معرفة هذا الذنب الوخيم، ليكون منه على حذر وليتقيه في حياته كلها. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير،
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وما من ريب أن في معرفة المسلم بالشرك وخطورته فائدة عظيمة في الدين إذا عرفه معرفة يقصد من ورائها السلامة منه والنجاة من الوقوع فيه، فإن من عرف الشرك والكفر والباطل وطرقه وأبغضها وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش إيمانه، وبهذا لا يزداد مع مر الأيام إلا بصيرة بالحق ومحبة له وكراهة للشرك والباطل ونفرة عنه. والله وحده الحافظ والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.